السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا جايين نقول لكم على قناة معانا. فهنا في مشكلة معانا يا جماعة، اللي هو ايه، محتوى معادل الاستخدام. القناة دي زي ما انتم شايفين فيها 80,656 مشترك، والقناة دي احصائياتها زي ما انتم شايفين يا جماعة. بص هنجيب الكل هنا اهوت. دي الاحصائيات بتاعتها. هو دلوقتي مسح كل حاجة عليها. بص، مصدر خارجي وبحث يوتيوب زي ما انتم شايفين. يعني القناة دي دلوقتي ماتت. بس ايه يا جماعة، احنا ان شاء الله هنحل كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده اهوت. القناة دي يعني 80,000 كتير مش قليل. تعالوا نخش هنا على تحقيق الربح. هنا بيقول لك محتوى معادل الاستخدام. محتوى في هذه القناة ليس أصلي بشكل واضح. من الممكن أن تمد إعادة الاستخدام من مصدر آخر بدون مصدر آخر. فاهمين يا جماعة؟ انتوا يعني انتوا واخدين الفيديوهات من التيك توك أو الفيسبوك وجايين على القناة بتاعتكم بترفعوها بشكل مستمر. فلما تيجي هنا تعمل إعادة الطلب للانضمام لشركاء اليوتيوب، بيقول لك هنا محتوى معادل استخدام. هنا يا جماعة المفروض اللي انت بيبقى ليك فرصة بتبعت لهم فيديو حوالي 3 دقايق بتتكلم فيه، بتقول لهم لو انت الفيديوهات دي بتاعتك حصري، فانت بتكلم شركاء اليوتيوب بتقول لهم ان دي قناة حصري وانا اسمي محمد صلاح، السن بتاعي كذا، محتوايا كذا. بتكلمهم طبعا فيديو لا يقل عن 3 دقايق. نعمل ايه بقى عشان نحل محتوى معادل استخدام؟ لو عندك الفيديوهات اللي انت سارقها او كده، حاول لو في اللي انت تعرف تعملها غير مدرك وتكمل عادي وبعد كده تودي لهم الفيديو بتاعك. تمام. ليه بقى محتوى معادل الاستخدام ده يا جماعة بيعمل ايه؟ انا دلوقتي حققت الشروط اللي هو ال80,000 مشترك زي ما انتوا شايفين. والقناة دي يعني يعتبر دلوقتي، بص، فيديوهاته يعني عن 80,000، 87، 74. يعني الفيديوهات مش جايبة اي حاجة يا جماعة خالص. انت شايف الصفحة ميتة ليه؟ مسح الفيديوهات كلها. في خوارزمة اليوتيوب هنا بقى ايه، وقفت الدنيا. انت مفروض تعمل قناتك غير مدرك وتكمل فيديوهاتك عادي وترفع فيديوهاتك. وبعد كده لما تجيب الشروط بتاعتك اللي هو طالبها منك، اللي هو 1000 مشترك، 500 مشترك وتلات آلاف ساعة. زي ما انت شايف التلات آلاف مشترك و3 مليون. هو تقريبا كان جايبهم فحصل حاجة في القناة بتاعته. امسح الفيديوهات اللي عندك. لو انت هتبدأ من أول وجديد، امسح الفيديوهات اللي عندك وابعت لشركاء اليوتيوب. ويا جماعة محدش يسرق فيديوهات. دي منصة مش عبيطة. المنصة دي أحسن منصة أنا اشتغلت عليها زي ما انتوا شايفين يا جماعة. يعني كتير كتير قوي. يعني بص، 80,000 كتير. يعني حرام إن أنت الواحد مش عارف يقول إيه. بس محدش يسرق فيديوهات يا جماعة. اشتغلوا بشغل حصري مايك نضيف. خوارزمة اليوتيوب عشان تفهمك لازم أن تكون داخل على الإعدادات هنا اهوت. الموضوع أنت بتتكلم عليه، تخش على الإعدادات المقدمة هنا. لو انت بتعمل حاجات كوميدي وبتاع، اهي موجودة عندك اهي كوميدي زي ما انتوا شايفين. الموسيقى لو انت بتغني، العاب فيديوهات، والسفر، الرياضة زي ما انتوا شايفين. هو المفروض هنا كان عملها الترفيهية لان هو ايه، شغال ترفيهي. يا جماعة محدش يسرق فيديوهات بالله عليكم. لما بتسرق فيديوهات انت بتشغل دماغك على اليوتيوب، ما محدش يقدر يشغل دماغه عليها. تمام. دي محتوى معادل استخدام. امسح فيديوهاتك واعمل فيديو 3 دقايق وابعتهم له. انا ذات نفسي كنت واخد في مره قبل كده، اول ما بدات زمان خالص، بدات بان انا كنت برضو بسرق فيديوهات وبتاع وبعت لهم. عملت الفيديو بتاعي بس برضو ما دخلش عليهم. جبت الكاميرا بتاعتي وصورت بيها اللينج لايت ومش عارف وايه والمايك والكلام ده كله، بعت لهم. بس يا جماعه شركه اليوتيوب محدش بيعرف يضحك عليها زي ما انتوا فاهمين. ماشي، شكرا جدا لكم يا شباب.